رجع لمسقط راسه. ما حد اقول لك العشق الاول للمنتخب. اكيد المنتخب اكيد طبعا. شو بعد؟ لا انا قصدي مع الجمهور يعني الجمهور تفاعل بس خلاص. تفاعل الجمهور تفاعل اكيد يعني. الجمهور الخليجي له حلاوته خاصه خصوصا لما ابو صحه وشعارها صيد ولا خنجر عمايد ولا مخيري قبل الخير على صيحني وربيع حسن حبيب. يعطيك الجمهور العماني حماس ما دخلك مثل جمهورنا الحين. يعني جمهور الوصل اليوم من افضل جمهور عندنا بدون منافسه بالتشجيع الروحاني. يشجع ودخل شكلك تبي تصور يا مارادونا. لا مارادونا اسمع اقول لك انا ما اجامل. تشجيع الوصل اليوم هو سيد التشجيع الاماراتي اصبح. حلو. ليش قالوا لانهم كلهم شبيبه ومش مستاجرين من الوصل من الجميره من زعبيل. مش مستاجرين بفلوس بوطنيه يشجع. اما باقي الجماهير مستاجره. ليش ليش لا لحظه بقول لك تو الحين بالجماهير طلعوا تراهم حد طلع من نادي الشباب وقال لك انا وما ادري شو. اول واحد انت. حلو. منو؟ انا بجدوري بصير انا. اقول لك علي الطابع اللي انتم اتخذتوه في كجماهير وصلاويه يعني صار في شكل جديد ايضا تشجيع. واكيد الان لما بي مارادونا اكيد في تطوير بيكون هذا التشجيع اللي يتواكب مع تواجد هذا المدرب. فشو خطتكم للسنه الجايه؟ انتم كيف شفتوا ايضا اللي بالفعل الشكل الجميل اللي انتم حصلتوه في المدرجات؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. ابو علي جمهور الوصل من يومه يحب يتطور، من يومه ما يحب يثبت على شيء، وهذا شيء معروف لدى الجمهور كله وهالشيء معروف لدى جمهور الامارات كله. مثل ما قال ابو محمد جمهور الوصل هو الابدع هو الامتع حاليا. واذكر بعد المعلق عمر عبد الله شو قال في المباراه الاخيره، قال اذا تشوف جمهور الوصل وشوف المباراه الممله انصحك يعني تشوف جمهور الوصل وتنسى المباراه هاي الممله اللي تكون قدامك. مارادونا السنه الجايه وفي اشياء جديده وعندنا احنا يعني في تنافس بين الجمهور نفسه. يعني تحس كل فئه تبغى تبدع. اليوم يونا شباب ابو ظبي يرمسون، نحن نبغى نسوي. عندنا جروب الالتراس هم ما شاء الله عليهم مبدعين، قدموا يعني اشياء ما نشوفها الا في اوروبا. يعني حفله الوداع اللي صارت لاوليفيرا ويعني والاشياء اللي صارت في مباريات واثبت جمهور الوصل نفسه انه لكل شيء يحصل في البلاد جمهور الوصل يطلع لك بشيء جميل ويتكلم عن هذا الشيء اللي يحصل. نعم.